الفنان اللي كلنا عارفين شكله واللي فاجئنا بأنه واحد من أكبر مهربين الآثار في مصر، ممثل مصري ومهرب آثار محترف، انتهت مسيرته الفنية بسجنه لمدة 30 سنة وغرامات بأكتر من 6 مليون جنيه. اتورط في واحدة من أكبر قضايا تهريب الآثار في التاريخ، هو وقنصل إيطالي سابق، ومن التمثيل الاحترافي والانتشار لتهريب الآثار واللعب مع الكبار. بطرس رؤوف غالي اللي حياته بدأت بالفن وانتهت بالسجن. تعالوا نكتشف أسرار الحكاية. في مايو سنة 2018 اتواصلت السلطات الإيطالية مع السلطات المصرية عشان تقول لهم انتوا اتسرق منكم شوية حاجات ولقيناها عندنا. وهنا طبعا كان قصدهم على الآثار اللي اتهربت من مصر لإيطاليا بطريقة محدش يتخيلها. ولما شرطة السياحة في إيطاليا لقوا إن الآثار دي مش متسجلة عندهم وإنها وصلتهم بطريقة غير مشروعة، بلغت مصر فوراً، واتفقت ساعتها السلطات من الطرفين على رجوع الحاجة دي لمصر مرة تانية. والتحقيقات كشفت إن المجموعة اللي تم تهريبها من الآثار هي مجموعة بتنتمي لعصور كتير مختلفة، وإن عددها بيوصل ل 195 قطعة آثار، وده عدد كبير جدا، ده غير العملات المعدنية اللي لقوها واللي بيزيد عددها عن 21600 قطعة. ومن هنا بدأت التحقيقات عن المسؤولين عن عملية التهريب دي، وإزاي قدروا إنهم يخرجوا الكمية دي من الآثار من البلد بكل سهولة. وكان الموضوع ببساطة إنهم حطوا البضاعة في حاوية دبلوماسية عشان يعدوا من غير ما يتفتشوا ويوصلوا للسواحل الإيطالية بكل سهولة. وبعد تفتيش الحاويات دي لقوا إنها مبعوثة باسم موظف شغال في السفارة الإيطالية قبل كده، لكن الموظف ده أول ما شم خبر بالموضوع راح على طول للسلطات الإيطالية وقال لهم أنا ماليش أي علاقة بالعملية دي ومعرفش ليه ممكن يكون اسمي جزء منها. وده اللي خلى الحكومة المصرية تدور على شركة الشحن اللي بعتت الطرود دي باسم الموظف الإيطالي، لحد ما وصلت لأول خط في القضية، وهو واحد من المسؤولين في شركة الشحن المسؤولة عن شحن الحاوية دي، واسمه مدحت ميشيل. وساعتها أمرت الحكومة بالقبض عليه وتفتيش بيته وبيوت كل قرايبه عشان يتفاجئوا إن عنده عدد كبير من القطع الأثرية وأدوات خاصة بقصر الملك فاروق اتسرقت منه، ده غير إنهم لقوا على اللابتوب بتاعه المحادثة اللي بينه وبين شركة الشحن الإيطالية، وإن الحاوية دي كان المفروض إنها تتحول لشخص اسمه أوتكر، وده كان قنصل إيطالي سابق، وبرضه أمروا بالقبض عليه وتفتيش بيته عشان يلاقوا فيه نفس اللي لقوه في بيت مدحت ميشيل بالظبط، عدد كبير من الآثار المصرية النادرة. وبكده يبقوا وصلوا لتاني خط في القضية، وباقي بس إنهم يعرفوا مين هو رأس الأفعى اللي خطط للعملية دي. وبعد تحقيقات كتير اعترفت خدامة كانت شغالة عند أوتكر إنه له صديق مصري عزيز، وإن صاحبه ده كان بيجيله من وقت للتاني عشان يتفرج على قطع الآثار النادرة اللي موجودة عنده. والمفاجأة إن الشخص ده هو الممثل المشهور بطرس غالي، أخو وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، واتأمر ساعتها بالقبض عليه. وبعد تحقيقات طويلة اتحكم عليه وقتها ب15 سنة سجن وغرامة 5 مليون جنيه، وبعدها بفترة اتحكم عليه في قضية آثار تانية ب15 سنة كمان ومليون جنيه غرامة. ومن ساعتها انتهت مسيرته الفنية بعد مشاركته في أعمال ناجحة ومؤثرة كتير في السينما، زي فيلم سمير وشهير وبهير وفيلم الديلر، ده غير الدراما والمسلسلات اللي شارك فيها زي مسلسل فرح ليلى وحارة اليهود ومسلسل عرف البحر. في النهاية ما تنسوش تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وما تنسوش تشتركوا على قناتنا على اليوتيوب. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.